أكيد الإحساس ده مش غريب على أي حد فينا، إننا نتعب سنين طويلة ورا هدف معين وفي اللحظة اللي خلاص وصلنا فيها نلاقي جوانا إحساس بالفراغ، إحساس غريب قوي. طيب ليه ده بيحصل؟ في تحليلنا النهاردة هنفهم سوا ليه الوصول للقمة ممكن يحسسك إنك لسه واقف مكانك. خلينا كده نرجع بالذاكرة شوية. كل واحد فينا يفتكر يوم التخرج أو أول مرتب من شغل الأحلام أو يمكن يوم الفرح. هل السعادة اللي حسينا بيها دي كانت دايمة؟ هل كانت بنفس حجم توقعاتنا بالظبط؟ غالبا لا. الحقيقة إن بعد الفرحة الأولى دي بيجي شعور غريب كده بالخيبة أو سؤال طب وبعدين؟ الإحساس ده على فكرة مش معناه إن فينا حاجة غلط، بالعكس ده رد فعل طبيعي جدا من مخنا، والعلم كمان سماه ودرسه. الإحساس ده منتشر لدرجة إن علم النفس حط له مصطلحات ووصف دقيق. يلا بينا نتعمق أكتر ونشوف إيه اللي بيحصل جوه عقلنا بالظبط لما بنوصل للحظة دي. القصة عاملة زي اللي بيتسلق جبل، كل تركيزه في القمة، ولما بيوصلها بيكتشف إن المتعة الحقيقية كانت في الرحلة نفسها، في كل خطوة وكل تحدي، وبمجرد ما بيوصل عينيه على طول بتدور على جبل تاني أعلى عشان يبدأ رحلة جديدة. ودلوقتي خلينا بقى نكشف الستار ونبص على المفهومين النفسيين الأساسيين اللي بيفسروا الظاهرة دي بشكل علمي ودقيق. أول مصطلح هو وهم الوصول. الفكرة بتاعته ببساطة هي الإيمان الغلط، إننا لما نوصل لهدف معين خلاص كده هنعيش في سعادة أبدية. يعني تخيل معايا كاتب كل حلمه إن كتابه يبقى بيست سيلر. هو متخيل إنه بمجرد ما ده يحصل كل مشاكله هتتحل وهيعيش مبسوط على طول. ده بقى هو بالظبط وهم الوصول. والمصطلح التاني هو تكيف المتعة، وده عامل زي ما تكون داخل أوضة مكيفة في عز الحر. أول ما بتدخل بتحس إن البرودة دي نعمة ما بعدها نعمة، لكن بعد كام دقيقة جسمك بيتكيف وده بيبقى العادي الجديد بتاعك. هو ده بالظبط اللي بيعمله مخنا مع أي إنجاز كبير في حياتنا. بس الموضوع مش مجرد علم نفس وخلاص، لا دي كمان كيمياء شغالة جوه مخنا. في لاعب أساسي مسؤول عن إحساس الصعود والهبوط ده، وهو هرمون الدوبامين. النقطة دي مهمة جدا ومحتاجة تركيز. كلنا فاكرين إن الدوبامين هو هرمون السعادة، بس الحقيقة لأ. الدوبامين هو هرمون الرغبة، هرمون أنا عايز. هو البنزين اللي بيخليك تجري ورا الهدف، مش الجايزة اللي بتاخدها لما بتوصل. المتعة نفسها بتيجي من كيمياء تانية خالص. يعني أعلى مستويات الدوبامين بتكون وإحنا لسه بنسعى للهدف. لحظة الوصول مستواه بينهار، وده اللي بيعمل إحساس الفراغ اللي بنتكلم عليه. والمشكلة الأكبر بقى إن السوشيال ميديا واللايكات والإشعارات بتعود مخنا على جرعات دوبامين سريعة وسهلة، فبنيجي عند الإنجازات الحقيقية اللي خدت مجهود ومخنا ما بيحسش بنفس القيمة. طيب يبقى الحل مش إننا نبطل نسعى، لا طبعا. الحل هو إننا نسعى صح، وده بيبدأ من إننا نفهم نوع الأهداف اللي بنجري وراها. الموضوع متقسم لنوعين. في أهداف جوهرية يعني نابعة من جوانا، زي إننا نتعلم حاجة جديدة أو نبني علاقة قوية مع حد أو نطور من نفسنا. وفي أهداف خارجية دافعها حاجات برانا، زي الفلوس، الشهرة أو رأي الناس فينا. النوع الأول بيغذي الروح، لكن التاني ممكن يشبع الإيجو، بس غالبا بيسيب الروح فاضية. الخلاصة هنا بسيطة جدا لكن عميقة جدا. الليه أهم من الإيه. يعني الدافع اللي بيحركنا أهم من الهدف نفسه. بص على أهدافك دلوقتي واسأل نفسك، هل بتسعى ليها عشان دي بتتماشى مع قيمك ومبادئك، ولا عشان متخيل إنها هتبهر الناس؟ طيب كفاية كلام نظري، إزاي ممكن نطبق الكلام ده بشكل عملي؟ خلينا ناخد شوية استراتيجيات تخلينا نستمتع بالرحلة نفسها مش بس بمحطة الوصول. أول حاجة لما نركز على ليه هنلاقي نفسنا بنختار أهداف ليها معنى حقيقي. تاني حاجة احتفالنا بالإنجازات الصغيرة بيحافظ على استمرار الدوبامين فما يحصلش الهبوط المفاجئ ده. والامتنان بقى ده سلاحنا ضد فكرة إننا نتعود على النعمة ونبطل نحس بيها. وأخيراً فكرة صيام الدوبامين دي كأنها بتعمل إيستارة المخنا عشان يرجع يحس بقيمة المكافآت الحقيقية تاني. وفي النهاية الموضوع كله هو تغيير في طريقة التفكير. بدل ما نشوف النجاح على إنه نقطة نهاية بنوصل لها، نشوفه على إنه عملية مستمرة من النمو والتطور. كل مرحلة جديدة وليها تحدياتها، وده طبيعي. الأهم إننا نتعلم نحب العملية نفسها. الرسالة النهائية واضحة، السعادة مش محطة وصول، السعادة هي بوصلة واتجاه. فالسؤال اللي المفروض نسأله لنفسنا كل يوم مش إيه اللي المفروض أعمله بعد كده، لكن هل أنا بتحرك النهاردة في اتجاه ليه معنى وقيمة بالنسبة لي؟